السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة في برنامج أخبار الكرة. يلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره إسبانيول عشية يوم السبت في تمام الساعة 3:15 بالتوقيت المغربي، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حينما يستقبل خصمه إسبانيول على ملعب سانتياغو برنابيو. ويتصدر الفريق الملكي جدول الترتيب لا ليغا برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما يحتل الفريق الإسبانيول المركز الثالث ب10 نقاط. على الرغم من أن فريق ريال مدريد لم يكن في أفضل حالته هذا الموسم، لكنه نجح في تحقيق 5 انتصارات متتالية في جميع المباريات، منها في الدوري الإسباني ضد أوساسونا وريال أوفيدو وريال مايوركا وريال سوسيداد، ليحصل على 12 نقطة ويتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني. وفاز فريق المدرب تشافي ألونسو على ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في الدوري نهاية الأسبوع الماضي، ثم خاض مباراة في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، وافتتح مشواره بالمرحلة الأولى بفوز على أولمبيك مارسيليا ب2-1. ويقدم كيليان بابي مباراة مذهلة مع فريق ريال مدريد هذا الموسم، مسجلا 6 أهداف في 5 مباريات، وقد سجل الآن 50 هدفا في 64 مقابلة منذ انضمامه في صفقة انتقال الحر صيف 2024. إذا حظ سعيد لريال مدريد، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.